بسم الله الرحمن الرحيم. أكيد أنها مواجهة قوية. يمكن أنا في وجهة نظري أعتقد أنها أقوى فريقين يعني في المجموعة، وأتمنى التوفيق إن شاء الله لنا بإذن الله. وش اللي يخشاه المنتخب السعودي من المنتخب الإماراتي؟ ما نخشى أي شيء، إحنا لعيبة جيدين وهم لعيبة جيدين، والفاصل له في الميدان أرض الملعب. أرضية الملعب تخشون شيء منه، خصوصا أنه في الآونة الأخيرة أو في الفترة الماضية في الدوري السعودي كان كثير يتردد على أرضية الملعب أنها أحيانا غير جيدة. إحنا قد فزنا يعني كذا مباراة على نفس الملعب، وإن شاء الله أنها ما تكون عائق لنا إن شاء الله بإذن الله، وإن شاء الله أنها تكون إيجابية لنا بإذن الله مع حضور الجماهير بإذن الله. بالنسبة لي سؤال الأخير لك، إيش الكلمة اللي تقولها للجمهور السعودي؟ ما يحتاجون دعوة، إن شاء الله بإذن الله أنهم يكونوا متواجدين ويكونون حاضرين إن شاء الله في اللقاء، وإن شاء الله بإذن الله أن نحصد 3 نقاط أو المهمة هذه إن شاء الله بإذن الله معهم بإذن الله. على مستوى التدريبات هل يعتمد عليكم مدرب بشكل كبير أثناء التمارين؟ إلى الآن ما نقدر نتكلم عن هذا الشيء. تعرف أن المباراة بكرة هي بتكون صعبة إنك تحكم، وصعب إني أنا أفصحنا هذا الشيء وإني أتكلم عن هذا الشيء، ولكن متى ما اعتمد عليه المدرب بإذن الله راح أكون في الموعد بإذن الله. حسن معاذ الأبرز في خانة الظهير لين كونك عربي سعودي، غيابك عن المباراة اللي راح تأثر. وجهة نظر المدرب. صحيح أنك أنت ممكن تكون لاعب أساسي ثم تجي فجأة تخرج من التشكيلة، هذا شيء عادي وأمر طبيعي. مدرب توه جاي جديد ما كان في الخانة بإذن الله، أتمنى له التوفيق إن شاء الله. وأهم شيء هو منتخب بلادي وش يحقق، ومهم من الأشخاص، إحنا كلنا نكمل بعضنا، فلنا التوفيق إن شاء الله بإذن الله. كيف ترى عامل الحضور الجماهيري؟ أكيد شيء مهم، وبيكون يعني مؤازرتهم لنا لها دافع كبير، وإن شاء الله بإذن الله أن يكونون حاضرين بإذن الله ويدعمونا بإذن الله. يعطيك العافية والسلام على الوالدين. الله يسلمك.